هنتعرف على اللي قاله محامي الشاب سعد أسامة صاحب الصفحة الشهيرة من عمرو دياب. هنعرف عمرو دياب طلب منه ايه وايه حكاية المليار جنيه. الفنان عمرو دياب بيواجه دعوتين قضائيتين من أزمة صفعة الشاب سعد أسامة. الدعوة الأولى متهم فيها بالبلطجة والتنمر وتكدير الصفو العام، أما الدعوة التانية فجت ردا على دعوة عمرو دياب اللي اتهم فيها الشاب أسامة بالتعدي عليه وانتهاك خصوصيته. فطالب 53 محامي دفاع عن سعد أسامة كلهم من إسنا بمحافظة الأقصر طالبوا بتعويض مادي قدره مليار جنيه. وكشف المحامي حسين المطحني وهو أحد محامي الدفاع عن سعد أسامة لبرنامج ET بالعربي إنهم طالبوا عمرو دياب بالتعويض الضخم ده رغبة منهم في عدم التصالح بينهم وبين عمرو دياب. وكمان دعوى المليار جنيه دي قال المحامي ان هم طالبوا بيها لان هناك تقاضي كيدي من عمرو دياب، فهو بادر باتهام بالتعدي عليه رغم ان سعد هو المعتدى عليه. واكد ان لو عمرو دياب كان جه البلد واعتذر للشاب كان الموضوع ده خلص، ولكن الالم ده يعتبر عار عليه وعلى البلد وعلى عيلته كلها، فده بيعطل ترشيح سعد في الانتخابات البرلمانيه. ده غير كمان ان هو بيوقف حال اخواته البنات وبنات عمه من الزواج لان محدش هيوافق يرتبط بواحده اخوها اتهان. ده غير ان الناس بتعايرهم وبيقولوا روحوا خدوا بطاركوا من اللي ضرب اخوكم بالقلم. واكد كمان المحامي ان قبل الصفعة وقبل ما عمرو دياب يطلع على البيست دار حديث بينه وبين سعد، وقال له سعد انا بحب حضرتك جدا وانا من إسنا واتصورت معاك قبل كده واتمنى اتصور معاك ومع الفنانين الموجودين في الفرح. فقال له عمرو دياب انا كمان بحب اهل إسنا جدا، وعمرو قال له لما اطلع على البيست تعالى وفكرني تتصور معايا. وفعلا طلع سعد ورفع الموبايل علشان يتصور مع عمرو دياب، ولكن عمرو دياب فاجئه بالصفعة على وشه.